السلام عليكم. تعالي اقول لك بقى، لو عندك كوبايه عدس تعملي بيها ايه؟ هتعملي بيها احلى شوربه مختلفه عن اي شوربه انت عملتيها قبل كده، وطعم خرافه. ولادك لو ما بيحبوش العدس هيطلبوها منك كل اسبوع، على الاقل مره في الاسبوع. بصوا بقى، انا جبت معايا كوبايه العدس وغسلتها 3 4 5 6 مرات كده تحت الحنفيه لحد ما ميتها بقت شفافه. وحطيت بقى فيها ميه، ونزلت في فصين توم، بصلايه متقطعه، جزرايه متقطعه، قرن فلفل كده ما يكونش حامي قوي لو مش بتحب السبايسي، وطماطميتين متخرطين بالطريقه دي. واسيبهم بقى على النار يغلوا لحد ما يستووا معانا. بصوا كده 5 دقايق وبقت بتغلي معايا، وبقت كده هسيبها 5 دقايق كمان. وبعد كده هدي عليها النار اسيبها تهدى شويه. واول ما تهدى شويه هنخلطها. شوفوا معايا كده هرت اهي. هنخلطها بقى يا اما بالهاند بلندر يا اما نخلطها في الخلاط. طبعا خلطتها في الخلاط ونزلت فيها بنفس الحله. انا ما بقعدش بقى اوسخ مواعين كتير وكده، احنا عايزين الوقت يبقى بسيط وما نقفش كتير في المطبخ. انا بعمل لك حاجات ما تقفيش كتير في المطبخ وما تتهلكيش في المواعين بعد كده. حطيت بقى شويه شعريه، آه كده من غير ما احمرهم. طبعا انت تقدري تحمريهم وعادي هتبقى حلوه جدا، بس انا بحطهم كده من غير تحمير. بتدينا تقل شويه للشوربه وبتبقى طعمها تحفه، وعشان تبقى وجبه كامله متكامله. عندي بقى طاسه، طبعا كده خلاص انا سايبه الشعريه على النار 5 ثواني بس، يعني دقيقة كده على ما اعمل الطشة بتكون هي استوت، متاخدش وقت. وما بكترش شعرية زي ما انت شايفة، هي يعتبر معلقة بس. حطينا بقى التومة بتاعتنا ونقلب لحد ما تاخد لون كده. انا بحط التوابل بتاعتي مع التومة مع الزيت علشان ريحة التوابل تطلع كده والزيوت العطرية بتاعتها تطلع. حطيت كمون وكزبرة والملح. نقلب كده ونروح بقى نسمي الله ونطش العدس بتاعنا. وشوفي بقى الجمال، شوفي الجمال وجمال الشوربه والروايح. انا الريحه طالعه عليا دلوقتي. فانتي بقى لو وصلنا هنا حطي لايك واشتركي في القناه بالله عليكي، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. نيجي بقى نغرف العدس بتاعنا وشوفوا الجمال والحلاوه، لون وطعم وريحه، حاجه كده ما شاء الله. هتاكليها وتدعي لي باذن الله. مضاد حيوي في الشتاء ده حاجه تدفي كده، وفيها جميع العناصر الغذائيه. يعتبر العدس من الحاجات الفوائد اللي فيها زي اللي في اللحمه والسمك والحاجات دي. فهتاكليها وتدعي لي باذن الله. متنسيش بقى تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس. وهتاكلي معاها ايه بقى؟ مخلل، ربط الجرجير، بصل اخضر، يا جماله يا جماله يا جماله. وطبعا مخلل اللفت لو عايزه تعرفي بنعمله ازاي ارجعي عندي في القناه، انا عامله بطريقه سهله جدا. قناتي سهله وبسيطه، بتعملي فيها الاكل بكل سهوله ويسر وتفاصيل بسيطه، مش بنعقد الدنيا. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.